نحن كبلدية تل بيدر في عام 2022 أنجزنا بعض المشاريع مثل ترميم طرق ببقايا مقالع لعدة قرى. كانت الفائدة منها هو ترميم هذا الطريق لاستفادة الأهالي من هذه المشاريع. كان منها مشروع ترميم طريق ببقايا قرية أم المسامير التابع لمنها البلدية 850 متر بكلفة $1500. عندنا ترميم طريق ببقايا مقالع قرية المسعودية والقاسمية كمان بحدود 2 كيلومتر و300 متر. في عندنا قرية المدينة وكابر والخزنة ترميم طريق ببقايا مقالع 8.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إزالة الطريق طبعا مشاريعنا 2023 تم تحديدها من قبل الهيئة ب 13 مشروع بكلفة $59,000. كان هذه المشاريع منها ترميم طرق ببقايا مقالع، في عندنا كان جسور وعبارات، في عندنا كمان المنصف المتضرر في بلدة تل بيدر بالإضافة إلى الإنارة. هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال عام 2023. المشاكل اللي عم نواجهها هي المشاكل، طبعا مشاكل البلدية هي مشاكل خدمية، منها المياه، منها الطرق. فاحنا كونه عندنا 3 صهاريج تخدم هذه المنطقة، ونحن بلدية تل بيدر تابع لها 48 قرية. في عندنا 3 صهاريج تخدم هذه القرى بتأمين المياه الشرب لهم. فاحنا سبب يعني المضايقة من الأهالي للبلدية لما يكون في عندنا صهاريج معطلة يصير في أزمة مياه عندنا. فسبب الأعطال هاي كونه صهاريجنا قديمة وتقريبا شبه منسقة، وبالإضافة إلى أنه البلدية صارت تتحمل أعباء هذه الإصلاحات والإصلاحات الباهظة. نحن كونه ذكرنا لك بالسابق أنه إحنا في عندنا منهل خاص للبلدية تابع للبلدية في قرية أم المسامير، يتم تعبئة الصهاريج وتوزيعها على الأهالي ضمن جدول زمني محدد للكومينات والأهالي. كل قرية في عندنا جدول بتعبئة المياه للقرى. نحن نقوم بتوزيع المياه على الأهالي بأسعار رمزية 500 ليرة لكل برميل مياه. طبعا هذه المصاريف لا تغطي وقود الآليات، ولكن نحن كبلدية خدمية عم نوزع المياه للأهالي. طبعا أعمالنا اليومية هي عندنا قسم الضابطة يقومون بجولات على القرى التابعة للبلدة، ضبط المخالفات أو إعطاء إنذارات للمخالفين. عندنا عمال النظافة يقومون بجولاتهم الصباحية من الساعة 8 حتى الساعة 3 عصرا بحملات نظافة ضمن بلدة تل بيدر وجمع القمامة ورميها في المكبات المخصصة من البلدية. عندنا شوفيرية الصهاريج الساعة 8 صباحا كل واحد ياخذ آليته ويطلع يبلش يوزع مياه على البلدة ضمن الكومينات التابعة لنا.